على إثر اللقاء الذي أجراه قسم الأخبار بالتلفزة الوطنية مع الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي الذي نفى فيه فحوى المكالمات الهاتفية التي دارت بينه وبين العقيد سمير الطرهوني مدير إدارة مجابهة الإرهاب الذي نفذ عملية القبض على عدد من أفراد عائلتي طرابلسي وبن علي مساء 14 من جانفي 11 و2000. أفصح العقيد الطرهوني فحوى المكالمة التي لم يكشف عنها كاملة في السابق. نحب نقول حاجه واحده، ما كان فما حتى فايده تضاف للعمليه كي باش نقول سي محمد قال تشد ولا نشد، ما فماش علاش باش تكون هذه من وحي الخيال كما تو قاعد يحكي. اما اليوم بعد عام 14 جون في 2011 وخرجت برشا تصريحات نقول اللي معناها المكالمه اللي دارت بيني وبينه كان بجنبي انا شهود وبجنبه هو شهود وهو موجودين. كانت المكالمه نعاودها بالتحديد عن طريق الهاتف نتاع العقيد عدنان حطاب. طلب العقيد العربي الاكحل اللي بحذاه، انا تليفوني ما نغزلوش، يظهر لي في عمليه كيما هكاك مانيش لاقي بالتليفونات. اول حاجه باش نشدوا نكلموا هذه حاجه خياليه وقتها وفماش علاش باش نكلموا كما قال هو. اتصل العقيد عدنان حطاب بالعقيد العربي الاكحل اللي مر لي المكالمه، قال لي عدنان حطاب راهو السيد الرئيس يحب يكلمك. قلت له تفضل هاتوا. احتراماتي سيد الرئيس. قال لي لا انا وزير اول. وبعد فهمت علاش قال وزير اول ما عادش رئيس بعد الخطاب. قال لي دستوريا انا نتولى مهام الرئاسه المؤقته، في برنامجك انت باش تشد ولا عندك شكون؟ قلت له ودي هكا حرفيا صلي على النبي انا نخدموا تحت ضربه، جينا شدينا عصابه وانت توا رئيسنا ونحن نخدموا تحت تعليماتكم. رجع له شويه نفس قال لي راهو توا كان معايا سيادته هذا 7 درجين بعد الخطاب وطلب مني هكا نسيبوهم مش عملوا هما. صدقني انا قلت هذا يوصلوا له العباد، انا حكيت على روحي، انا قلت يوصل له التحقيق توصل كل واحد شعمل. انا نقول لك وقع المكالمه هذيك كان صدمته اكثر من وقع العمليه، على خاطرنا في اعتقادنا فرحنا مع السبعه ونبوسوا في بعضنا ونجحت العمليه، اما كي تجي بعد ما اختبر الرئيس الجديد وقتها يقول لك راهو كانوا معايا سيادته ونسيبوهم، ما عادش فاهمين احنا زعما دخلنا في ثوره ولا لا. وتجمعنا انا وزملائي العقيد العربي الاكحل والعقيد زوير وافي والضباط اللي معايا وقلنا شنو باش يصير توا، هو ما صار شيء في البلاد. رجعت خذينا قرار كوني رجعت كلمت العقيد عدنان حطاب وقلت له قول له رانا اعطيناهم للجيش الوطني ونحن وقتها ريالمون مازلنا ما سلمناهمش. وكان يحب حاجه يكلم الجنرال شيد عمار. وصرعنا وجيتوا انتم التلفزه الوطنيه صورت عمليه التسليم مع 7:30 وهذا اللي صار لحظه بلحظه في المدار بيني انا وسي محمد الغنوشي.